مخنوقة من الرزق، حاسة ان كل الابواب اتقفلت. اسمعي كده ربنا بيقولك ايه. بسم الله الرحمن الرحيم، سورة الطلاق. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. معلش لو صوتي فيه شوية عشان انا بس صوتي تعبان شوية، وعشان خاطر انا اساسا بتكسف ان انا اعرض صوتي. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ربنا بيوعدك بوعدين لو اتقيتيه. الوعد الاول يجعل له مخرجا، يعني اي كرب انت فيه دلوقتي، اي حزن، اي ضيق، اي دين، اي خنقه، ربنا هيفتح لك باب تخرجي منه حتى لو كنت شايفه ان ده مستحيل. الوعد التاني يرزقه من حيث لا يحتسب، يعني الرزق هيجيلك من مكان عمرك ما فكرتي فيه، مش من شغل، مش من حد تعرفيه، لا، من عند ربنا مباشرة. انا عارفة ان انتوا عايزين تسألوني السؤال ده دلوقتي، هتيجي ربنا ازاي يا روح؟ هقول لكم. التقوى مش بس صلاة، التقوى انك تبتعد عن الحرام وترضي بقضاء ربنا وتقولي يا رب وانت واثقة ان هو سامعك، وتمسكي لسانك وتخلي قلبك نظيف. فخليكي مطمنة، الرزق بتاعك موجود ومكتوب لك، ومفيش حد تاني هياخده غيرك. قولي ورايا: يا رب افتح لي ابواب رزقك من حيث لا يحتسب واجعلني من المتقين. لو الآية دي او الكلام ده اللي في طمنك، ابعته لأي حد مخنوق، يمكن تكون دي سبب راحتك. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب اليك. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.